عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم، وش الأخبار؟ والله صارت لي مشكلة راح أقولها لكم بس بعدين إن شاء الله. ذين أقساط من البنك العقاري على بعد 500 متر الاتجاه نحو اليسار قليلا. أبشر اللي ماخذين أقساط من البنك العقاري. هم أنا عندي تغطية الآن في سناب الرياض، وبعد السناب الرياض اللي عندهم أقساط في البنك العقاري ينتبهون لي بعد يمكن ربع ساعة لنا. من جديد حياكم الله. المهم انا ماخذ قرض من البنك العقاري لتقريبا 3 سنوات ولا انحسم مني شيء، ما اخذ ولا. استغربت وفي نفس الوقت مبسوط يعني انه ما انحسم من راتبي شيء، لكن ساكت لين جتني رساله منهم يقولون سدد. النظام بالسداد بعد سنتين من توقيع العقد يبدا السداد اوتوماتيك اصلا، بس انا راح حدود 3 سنوات ولا سددت، عشان كذا ارسلوا. لكن في الطويله رحت اليوم تزبط وشخص بشوف وش السالفة، واثق من نفسي وكل شيء. وش لقيتهم حاطيني في القائمة السوداء. يا رباه القائمة السوداء، أنا أسير القائمة السوداء يا ربي. القائمة السوداء طبعا ذي نظام سمة اللي ما يعني ما تقدر تقصد أي شيء وتاخذ شيء من البنوك. أنا صرت منهم، يعني علي أكثر من 20,000. طبعا أنا ما أختي، أنا ما شاء الله كذا. كيف كذا؟ هذا خطأ عملي اللي ما حسن من راتبي وعطاهم هم، وانا الضحية لازم اسددها عشان يفكوني من القائمة السوداء. عموما هذا تحذير للشباب اللي عندهم اقساط ولا جتهم يروحون يراجعون البنك باسرع وقت، البنك العقاري. ده وردة وردة شرف شف شرشف شرشف خرف دل خردل